تفضلي يا عهود. السلام عليكم. أهلا، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ طيبة؟ الحمد لله بخير. أنا مشكلتي إنه زوجي متعاطي، وتقريبا له سنتين. أول ما كشفته كذا من سنتين كنت حامل أنا. ما كنت أدري إنه متعاطي، بس دائما المشاكل اللي تصير من لا شيء. يعني أنا ما حياتنا طبيعية، مستغربة يعني يخلق مشاكل من لا شيء. كلمت استشارية وقالت لي إن كل الكلام اللي قلته عن زوجي، قالت كل الكلام اللي قلتيه وصفك وصف واحد متعاطي. قالت أنت تأكدي من أنت تقولين شفتي أشياء وزي كذا، تأكدي من الأشياء هذه هل هي يعني من المواد المخدرة ولا لا. فعلا طلع الشيء هذا من المواد المخدرة. لا إله إلا الله. المرة الأولى كنت حامل، ولما كشفته كنت حامل معلش. صارحته، أنا قلت له يعني أني أنا تراني كشفت هالشيء، وإني راح أستر عليك وراح أخلي الموضوع بيني وبينك، ولعن الشيطان وتركه، وأنا بقول لك شو اسمه الستر، ما راح أفضحك لا عند أهلي ولا عند أهلك. والإنسان ما هو بعيب ولا هو بحرام إنه يخطي. قلت ترى العيب إن الإنسان يكرر الخطأ وكذا، من هالكلام يعني. المرة الأولى أعطيت الثقة وأعطيت الأمان على أساس إنه ما عاد يعودها مرة ثانية معي. معك. أيوة. المرة الثانية كشفته بعد في رمضان. حسيت إنه يدخن، حسيت إنه يفطر، وواجهته. قلت ابن الناس شوف أنا واجهتك المرة الأولى وقلت لك راح أستر عليك وحذرتك، لا صيدك الثانية. شوف المرة هذه ثانية، أنت رجال تبي تمسك بيتك وعيالك ولا ما تشوف شر؟ تراني أنا بتصرف. قال تصرفي. قلت ابن الناس العن الشيطان. قال لي تصرفي. ورحت كلمت أخوه وقلت له أخوه ترى الموضوع كذا وكذا وكذا، تعاطي وخيانات وسب وشتم، يعني متعاطي. أكيد إني برتجي منه أي شيء، يعني أكيد إني بيطلع شيء مو بعقله، يعني خلاص يعتبر هذا إنسان عقله تالف. وقلت شوف حل لأخوك، هو أخوه هذا حكيم. قلت شوف حل لأخوك، أنا بستر عليه ولا أبي الموضوع يكبر وإنه أهل وعشرة ومن هالكلام. تكلم مع أخوه زي كذا. برضو المرة الثالثة كشفته. المرة الثالثة مسكت طبعا. رحت كلمت أهلي وقلت لأخواني كذا وكذا وكذا، علمتهم بالسالفة وواجهوا أخواني وتكلموا معه. طبعا أنكر هو وكذا، قال أخوي أنا مي بماشية علي، لكن أنا أعطيك العلم، يعني أنت رجال تمسك بيتك وتنتبه لنفسك وعيالك، ولا أختي ما لها جلسة عندك. بعدين قعدت فترة برضو وصدته وتكلمت معه، ما في فايدة. المرة الخامسة دخلت خالتي، يعني ما في حل إني عند خالتي حرمة كبيرة ما بيدخلها وزي كذا. دخلت خالتي، قلت لعل وعسى، لأن خالتي يعني ما شاء الله عن رجال، وخالتي الحمد لله تعزني وتقدمني، والحمد لله حمواتي كلهم شايفيني أنا كويسة معه ومو براضلي يعني. ودروا بعدين يوم دروا والله ما قصرت خالتي صراحة، تكلمت عليه وزي كذا. بس قلت أنا خلاص أكيد إن الحين دام درت خالتي كدنا خلاص ما عاد إنه يعني راح يعيدها. برضو السادسة والسابعة، آخر مرة 6 شهر الحين قريب شهر 12. ورحت أنا بيت أهلي لأن خلاص بيكون قبلها بيومين بنسافر. رحت أنا بيت أهلي، كلمت برضو واحد من إخواني، يعني لسه ما كلمت أخوي الكبير، كلمت واحد من إخواني لأنه هو طالب منه فلوس وزي كذا. وقلت له أخوي لا تعطيه فلوس، لأنه
مو بنافعنا حتى لنا بالفلوس. كل ما هذا قال ما عندي ما عندي. هو صح ان زوجي متقاعد لكن عنده اعمال حره وعنده خير وعنده يعني عنده اشغال، يعني عنده يشتغل في التجاره، يعني ما شاء الله ما عليه قاصر. يعني وين تروح فلوسك؟ حتى خالتي قالت له وين تروح فلوسك؟ فحذرت اخوي قلت لا تعطيه، يمكن هالفلوس يروح يشتري فيها اهل بلده، يعني لا تنافع عياله حتى انه مو بنافعنا. واخر مره اقول بس كذا الكلام هذا يمكن قبل 3 أسابيع. قلت له انا عطني فلوس ابي اروح الرياض، بشتري لي يعني فستان، عندنا مناسبه وزي كذا. قال انا ماني فاضي لك، دائما يقول لك هالكلام، انا عمالي اهم، انا اشغالي اهم، انا يعني حاط الدنيا واشغاله وتجارته فوق كل شيء، وانا مو بشايفني شيء. هذا غير انه في البيت ما يعطي حقوقي، يعني نادرا ما يعطيني. واحيانا يعني زي ما تقولون يهاجرني على اساس انه يعني يتابع افلام اباحيه. في البيت يطلع من الساعه 12 الظهر، احيانا ما يجي الا الساعه 12 في الليل. وين نشوفه يعني زي ما تقولين باليوم ساعه بس او احيانا ساعتين، وقت الغداء ياكل ويطلع، ما يقعد معنا. ولين جاء قاعد على جواله وقاعد على التوك توك، يعني ما كأني زوجة عنده في البيت. أنا يعرفني بس بأكله وشربه ونومه قليل، بعد مو هو ذاك يعني لا يعني مو مبالي. وفوق كذا صرفيات برضو، ما يصرف علينا كثير وكذا. المهم أنا آخر مرة أقول لك من 3 أسابيع أعطاني، قلت له أنا أبي فلوس عندنا مناسبة، وبس قلت له ب 500 ريال، إن عندنا مناسبة.